طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي، ما لم مني غير أني معي ربي لا أبالي. أثقلت روحي عيوبي، كبلت قلبي ذنوبي. ارجعي يا نفس توبي من ضياعي من ذنوب. سلام البنات، وهيا اليوم رجعنا بروتين جديد. توحشتوني ولا لا؟ المهم حبيت نشكر بزاف المتتبعين تاعي اللي دخلوا معايا جدد، نقول لكم مرحبا بكم. هنا كيما راكم تشوفوا لا شامبر تاعي مازالها كيما راهي، بصح بناتي شوفوا اتغشوا مني، قالوا لي كيف ما تعدلي لا شامبر تاعك وحنا ساعدنا ما تعدليهاش. شوفوا ضربت لبنتي القزازه تاع البلاكار، قريب جابت يدها مقصوطه على النص. المهم البلاكار هذا مدايرته البنات في الشامبره تاعهم، كان شوفوا كانت كارثه، نعتها لكم كيف ما كانت وكل حاجه. هنا السره تاعهم مازالوا كيما راهم، يعني غسلتهم هكا شوي وما حبش، قلت نهار نحول عاد باه نولي السره زيد نعاود نسبخهم من جديد. هاو البلاكار كيف ما شوفوا البلاكار المرايه كيف ما تنطرت على يدها. المهم قريب جابت لها يدها على زوز، الحمد لله ما صرا والو. هنا بعد ما كملتها وفرستها، بصح واش نقول لكم حكمتني واحد الخلعه يا البنات. تعرفوا ذراري صغار يديروا واحد الحوايج يا وتقولي تقتليهم. شوفوا كيف ما المرايه كيف ما ولات. المهم هنا هذا من اللي دراوس وكلش خيطهم لهم اجدد، حطيت لهم غير تيلي. هذا وش فيها شامبرة تاعهم، يعني شامبرة صح كبيرة، وخليتها لهم سامبل، ما حطيت لها فيهم والو، حتى قلت نهار نحول عاد باه نشري لهم كل حاجه جديده. بس حكمتني واحد الخلعه. حتى جا راجلي جاب لي الحوايج باه نطيب العشاء ما قدرتش. تولهوا عقد ما تقدروا تولهوا، سورتو الذراري صغار تعرفوهم يبربشوا بزاف. انا عندي بنتي صغيره كل حاجه تبربش فيها. هنا جاب لي راجلي كيلو ونص بلاك تاع الكوانز هذا، غسلتهم ونظفتهم وخليتهم يكتروا. الكبده راني رايحه نغسلهم باه نطيب بها العشاء. انا الكوانز مش كوني كيما انا اللي تحب الكينزه، شوفوا نحبها سختو مثلا ندير بها الملوخيه تجي بنينه، ندير بها شكشوكه لا صوص طوماطه ثاني تجيني بنينه. انا نحب ديما ناكلها صراحه، نحبها هي اكثر من الكبده. هذه هي اشري لي شويه ليكويس مع هذا الكوان، شويه كبده ومع دجاج. ما دام الدجاج طايح راني نشري ونعاود نشري، تما اصلا ما يقعد ليش مع نجي نصور معاكم كل مره ندير وصفه غير فيها الدجاج، ما يقعد ليش اصلا الدجاج. والحمد لله كي راهو الدجاج دركا الطايح. هنا كما راكم تشوفوا عندي واحد ياكل الكبده وواحد ما ياكلهاش. انا عندي بنتي الكبيره والصغيره ما يحبوش ياكلوها. على هذه حطيت لهم شويه تاع السكالوب، قلت نرحيه. وهاو تشوفوا في الفنجال تاع القهوه، لازم اختي نصحصح راسي مع الخلعه مع الخلايع اللي داروا فيا. واش نقول لكم البنات مش كوني ولادها كيما انا داروا فيا واحد الخلايع. المهم حبيت نرجع ل وحده قالت لي كيف ما تدخلي بنتك تخدم وكيف ما تعلمي ولادك يخدموا ويعاونوك، على خاطر سقساتني قبل بنتها 14 سنه ومازالها ما تعرفش تطيب. شوفي يا حبيبتي كل مره تدخلي الكوزينه جيبيها معاك وقولها شوفي عليا، مره دير لك بسبوسه اعطيها هي تخدم، ما انت جيبيها وقعدي قدامها ونعطي لها الوصفه هذيك وهي تخدم بيدها، على خاطر من بعد عقلها هو اللي رايح يحفظ وحده. وهكا انت تشجعيها، مثلا كل مرة تعطيها الطيب حاجة رايحة تشجعيها، وهكاك وحدها رايحة تتعلم وتوالف لك بالطياب. حاولوا على قد ما تقدروا انكم توالفوا ولادكم بالخدمة من الصغر. كل مرة أعطيوهم يخدموا حاجة، مرة لماعن، مرة طياب، مرة نعطيها مثلا زوز خبزة تاع كسرة نقولها أعجنيهم لي. هكا البنات لازمهم يتعلموا. كل ما نعلموش احنا بناتنا مشكون راح يعلمهم؟ قولوا لي برك. لازم تدخليها تعاونك في الكوزينة، منها رايحة تعاونك، منها هي بعدها رايحة تتعلم. والطفلة صح لازم لها قرايتها ولازم لها خدمة تاع الدار، رايحة يجي نهار وتلقى أزراحة ما تلقى والو. هنا رايحة نشارك معاكم واحد البسبوسة بالسميد، ما عندي ما نقولكم. هنا قولوا لي اللي مالفة ديرها بنفس الطريقه واش رايحه فيها. هنا السميد تاعي واحد 2 كيسان ونص، 2 كيسان هكاكا. نروح نحمصهم نقليهم البنات، نقليهم على المقله
نحط البيض تاعي، نحط قرصه تاع الملح، نحط الكاس سكر، كاس هكا ناقص منه 70 تاع الزيت، ومن بعد زيد ناقص منه 70 من تاع الحليب، من الكاس تاع الحليب. عندي لافاني لقيت هذه، من بعد لقيت الاخرى البودر خير. ونبدا نخلط هكا غير شويه، على خاطر من بعد رايحه نستعمل البراميكسر، واللي ما عندهاش البراميكسر مش لازم، غير بالفوي وهذا مكان. نروح نجيب هذاك السميد. انا هنا حطيت الحليب بارد من الفريجيدار ماشي سخون، على خاطر السميد تاعي راهو سخون. نحط نغربلو باه ما يهبطليش هذاك الكحال، نحط بشويه ونشوف، على خاطر تعرفوا البسبوسه تاع السميد تشرب. على هذه راني نحط بشويه ونشوف، واللي تبقى نروح نطيشها، ما نزيدش نغربل عليها على خاطر راح يطيح لك حال هذاك. البسبوسه تاعنا كنا نديروها بسميد يكون اخضر، صح ولا لا؟ بصح بهذه السميد المقلي تجينا، جربوها تجيكم واحد الخفه فيها، وواحد البنه خير من البسبوسه اللي مالفين نديروها بسميد اخضر. هنا كما قلت لكم زيد واش رايحه نحط، نكمل مازالها شويه خفيفه، نكمل 2 كيسان قد تاع سميد. هاي ليكم يعني كيما نفس البسبوسه بصحيه وش هي، هذا سميد مقلي. نولي نحط لها قيس تاع زوز مغارف تاع الفرينه، ونلحق لها كيس تاع خبيره تاع الحلويات، هذا مكان. ونلحق لها شويه لافاني هذيك بودر. كي نكمل حبيباتي نروح نجيب البراميكسر ونميكسيها كامل. الفور تاعي راهو يسخن، ندهن البلا مليح تاعي تاع الزيت، نرش عليه شويه تاع سميد ونحطها الطيب. مده تاع الطياب تاعها والله ما عن بالي. المهم شعلوا عليها من تحت، كي نشوفوها احمرت وشاحت نولي نشعل عليها من الفوق. وهنا من جهه ثانيه راني حطيت الشاربه تاعي الطيب، حطيت كاس سكر مع 2 كيسان ونص تاع الماء. وش هي انا الكميه نحتاجو كميه تاع الشربات، المهم تجينا 3 كيسان ونص. انتو ديروا كاس ونص تاع السكر مع 4 كيسان تاع الماء، هذه هي. ديروا الشربات هكا على خاطر تاع سميد لازم لها الشربات. ونولي نميكسيها مليح بالميكسر، وهذا مكان تجيكم واحد البنه ما عندي ما نقولكم، سيوها وخليو لي كامله راياتكم. نوضوا كي شاطرات الفحلات هذوكا، تنوضوا بركه تسيوها وتشربوا بها القهوه تاعكم، خفيفه وبنينه ومعسله. عندي ما نحكي لكم، شهيتكم في الجنه رايحين تشوفوها كامل كيف ما اجات. هنا نمكسيها هكا شويه شويه، ونولي كما قلت لكم نجيب البلاتي اللي رايح ندخله في الفور. اي بلا عندكم تستعملوه. هنا بنت لي شويه خاثره، كي تشوفوه السميد تاعكم نشف شويه لحقوا له شويه حليب واللي وخلطوها. او هذا مكان. والوصفه تاعنا لنهار اليوم راهي واجده، تسنى غير الطيب باه نشوفوها مع بعضنا كيف ما تدير. هنا كما قلت لكم ما تنساوش الشاربات اللي ما عندوش سكر ياسر في الدار وما عندوش كيما هي يسقيها مثلا 2 كيسان حليب، هذا مكان. باه ما تجيكمش الحلاوه فيها بزاف تقدروا تستعملوا كما قلت لكم تشربوها ب2 كيسان ولا 2 كيسان ونص حليب، على خاطر تعرفوا البسبوسه تاع سميد راهي تشرب وتحتاج حاجه الكاثره. المهم انا نحطها هنا، حبيت نحطها نطيبها في البلا هذا تاع القزاز. ماشي شرط اي بلا عندكم تقدروا تستعملوه نورمال. المهم دهنوه برك شويه بالزيت ورششوا عليه شويه تاع السميد على الوجه. وهذا مكان ديما مع الوصفات سهله، ديما مع الوصفات الاقتصاديه. اي حاجه نكون مثلا دايرتها ونحبها رايحه نشاركها مع حبيباتي، والله ما خساره فيكم. المهم نرجعوا للموضوع تاعنا يا البنات. هذه هي حبيباتي، لازم تعلموا اولادكم على قد ما تقدروا تدخلوهم في الكوزينه. لازم مثلا تعطيوهم ينظفوا كل واحد تنظف الشومبره تاعها. لازم يعاونوك، مادام جبناهم باينه بلي لازم يعاونونا. جبناهم هكاك على الهواء ما كانش منهم. هاي ليكم نحطها كما هكا وتشوفوا كيف ما جاتني. هنا ما حبيتش نطول معاكم بروتين مثلا كبير على خاطر شوفوا رايحه كمتني واحد الفشله من الخلعه تاع بنتي. انا قلت يدها طارت، صدقوني اني قلت يدها طارت، بس الحمد لله. هذه هي البنات. نحطها الطيب ونرجع معايا للعشاء، نرجع مع بعضنا للعشاء. هنا قلت
واش رايحه نطيب، واش رايحه عندي شويه شربه من الليله قبل. كما قلت لكم انا راح نقلي شويه هذيك تاع لي زابا، وقلت رايحه ندير لهم هكا دي برجر ولا حاجه هكا لغير للبنات باه ياكلوهم، على خاطر كما قلت لكم احنا كامل محسوب في الدار ولينا تابعين راجلي، ملينا كامل مدايرين ريجيم ونحينا كامل هذاك الخبز قليل مثلا باه نخبز الخبز عندنا ما ناكلوش بزاف، غير مثلا لبنتي صغيره تطلب حتى هي والله يا البنات مبطلت. اختي لازم واحد يدير لاطاي شويه نضحك معاكم، لا واحد لازم كي ياكل حاجه اللي تكون مفيده للصحه تاعنا ولا ما ناكلوش. المهم كيما راكم تشوفوا قلت نديرهم لهم كيما راكم تشوفوا غير شايحين هكا شويه في المقله، وندير لهم عليهم الفرماج، وهذا مكان مهم واحد يتعشى عشاء يكون مليح مفيد للجسم تاعنا، وعشاء يكون خفيف، سورتو انه واحد عندنا ما نقدروش مع السخانه وكلش ما نقدروش نطيبوا العجاين ولا الحبوب سورتو في الليل ماشي مليحه طول. المهم هنا بعد المقطع راح لي اللي كنت نسقي، جاتني سقيتها ب3 كيسان ونص تاع شربات، 3 كيسان ونص راهي مفخفخه. انتو باه تخليوها ترتاح على الاقل خليوها غطيوها خليوها نص ساعه ترتاح وتشرب مليح، باكي تجيو تقسموها وتهزوا كعبه تلقاوها الكعبه تاعكم تتنحى وحدها، تلقاوها معسله من داخل بنينه. وش هي انا زدت لها باقي الاضافه من الفوق، حبيت نديرها بشويه عسل على الوجه، هذا ما كان بس تزيان. لو كان عندكم مثلا نوات كوكو وش حبيتوا ولا كوكا، وش حبيتوا لوز فيلي ثاني جبنين، وش عندكم التزيان تقدروا تزينوا كفكره. برك انا حبيت نديرها برك شويه بالعسل من الفوق، وهذا ما كان ازين لها بشويه كوكا، وكان عندي من قبل واجد بس صدقوني انها فيها واحد البنه وفيها واحد الخفاء خير من تاع السميد اللي كنا نديروه مشي مقلي في المقله، هذه احسن. ونتمنىكم كامل تجربوها وترجعوا لي وتخليوا لي كامل رايكم. اللي حبت ديما نلقى البنات مدينا الانستغرام تاعك، انا شوفوا الانستغرام ما ندخلش ليه بزاف البنات، بس لاباج تاعي تاع الفيسبوك روتينات مروه ديزات، تلقاوني اي وحده راهي قاعده تبعث لي راني قاعده ارجع عليها وهذه هي قلت نقصتها وهي معاكم سخونه هنا. كما بنتي انا صغيره مثلا تشوف حاجه حلوه هكا ديما لازم لي تقول لي اعطيني مديلي نذوق، نمدها لها ديما هي سخونه، راهي انا نقسم فيها مازالها سخونه ما خليتها بردت ما والو، بس انتوما اقسموها وغطوها بصاشيه وخليوها تبرد على الاقل ساعه. شوفوا كي تجيو تنحيو الكعبه تاعكم ما رايحه تتفتت معاكم، ما رايحه يصرى لها والو، تقعد تتنحى لكم الكعبه معدوله، سورتو كي تحطيها هكا يجيوك ضيف وتحطيهم في الليكيسات يعطيوكم واحد البهوه بزاف مليحه، وكي تاكليها تلقاي تحسي بهذاك الشاربات، تلقاي الطراوه الخفه بنينه صح. سورتو تاع قهوه انا هاد البلا بقى غير منه شوي فض ثم ما حسيناش اصلا بها كيما كليناها. هنا نعطيكم كيما تجي وهي سخونه، شوفوا كيما الداخل طريه وبنينه، شوفوا اللون تاعها كي عاد سميد مقلي بنينه، ما عندي ما نحكي لكم. سيوها بنفس الطريقه وخليوا لي كامل راياتكم وينه المليحه، يا اما بالسميد هذاك بلا مقلي ولا هذا المقلي. هنا شوفوا هذا هو عشانا ربي يدومها علينا نعمه، والحمد لله عشاء خفيف كما قلت لكم. درت لهم هذا الدجاج تاعهم، عندنا احنا لي زابا تاعنا مع شويه سلطه والحمد لله. تخيلوا هذا ناكلوهم بلا كسره بلا خبز، كان عندنا شويه شوربه وهذا ما كان. وهنا بعد ما رحنا عند ماما قبل هذا تاع السفنج تاع قبل لقيتها درت لنا واحد السفنج بنين بنين بنين. اذا حبيتوا الوصفه ان شاء الله المره الجايه في الفيديو الجاي راح ندير لكم الوصفه ورايحه نشاركها معاكم، صح تجي خفيف ويجيكم بنين ما عندي ما نقولكم. المهم هذا هو روتيني كان معاكم خفيف ظريف، راني جيتكم اليوم وانا مخلوعه، ما تلوموش عليا لكن ما هدرت معاكم والو. هذه هي واش نقول لكم، نحبكم ومع السلامه.